اليوم هلا رح نعمل سوا مع بعض مقرمشات كتير طيبة وسهلة. هيك بعد ما قصينا الفرنجي بدنا نعملهم بنكهة الثوم والأعشاب. بدنا نرش لهم رشة ملح، بدنا نحط لهم ملعقة ثوم باودر، نحط لهم أوريجانو، بدنا نحط بقدونس مجفف، فيكم كمان تستعملوا كزبرة مجففة. أنا كمان هون ريحان مجفف، كمان بدنا نحط لهم قدر معلقة، كمان بدنا نحط لهم شوية زعتر رشة. وهون على جنب نحن دقين حصتهم مع زيت وبنحطهم عليهم وبنخلطهم كلهم سوا مع بعض. وهيك من بعد ما خلطناهم كتير منيح بدنا نحطهم بس بصينية، اكيد نكون محميين الفرن مسبقا، بنحطهم بدرجة حرارة 180 لمدة 10 دقايق او حتى يحمر الوش تاعهم. وهيك بعد ما خلصوا معنا كتير طيبين، بتمنى انكم تجربوهم وكتير سهلة عن جد كتير طيبين. ويا ريت اذا بتعجبكم الوصفة تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب.